هذا يا جماعة الخير في مشكلة صار لها فترة قايمة وقاعدة، وطبعا لأنه ربنا أمر بالستر خلوا الموضوع بينه وبينكم. هذا شو اللي صار يا جماعة؟ اللي صار إنه مجموعة من أبناء حركة حماس في قطاع غزة نزلت منشورات ضد خالد مشعل بتتهمه بالسرقة والاستيلاء على أموال التبرعات وتحويل حماس إلى شركة عائلية وشركة خاصة. قوم خالد مشعل يسكت؟ طبعا لا. راح خالد مشعل من خلال بيان رسمي للحركة اتهم هدول الأشخاص بأنهم جواسيس وحسابات مشبوهة ويعملوا إلى هدم الحركة. قوم هدول الأشخاص يسكتوا؟ طبعا لا. راح هدول الأشخاص ببساطة اتهموا خالد مشعل وعزة الرزق ومجموعة من قيادات حركة حماس بأنه هم التيار الانبطاحي الانهزامي الملتحق بالقطريين اللي هم أصحاب الأمريكان بالحركة. قوم خالد مشعل وجماعته يسكتوا؟ طبعا لا. راحوا اتهموا هدول الأشخاص بأنه أنتم التيار الإيراني المتشيع ما بعرف شو داخل الحركة. وقفت عقدها؟ لا. راح التيار الإخواني التابع لحركة حماس في أرجاء العالم نزل عن فعالية إلها علاقة بمسألة علماء الأمة ونصرة غزة، ما بعرف هم علماء في شو، بس المهم ونصرة غزة وما بعرف شو. قوم التيار الثاني في حماس يسكت؟ لا. راحوا هاجم هدول العلماء. بتتفاجأ بعد هيك ببيان رسمي لحركة حماس بيهاجم برضو التيار الإخواني. خربطونا. المهم بهاجم المؤسسات التابعة للإخوان المسلمين. ففي مشكلة لها علاقة بالتبرعات. يعني يا جماعة الخير احنا بندعو لضبط النفس مبدئيا، يعني مبدئيا احنا بندعو ابناء حركة حماس لضبط النفس. انتوا اخوات تبرع، اخوات فكر موحد زي بعض يا جماعة، وهذا الاشي ما بصيرش. احنا جاهزين لمسألة الإصلاح. يعني انا بدعوكم باسمي وباسم الآلاف من اللي متواجدين بالخيام اللي بتغرق الآن في قطاع غزة على مدار ما يقارب اليومين انه تضبطوا نفسكم. يعني كم 100 مليون دولار مش مستاهلة يا أيها أبناء الحركة الربانية. وجماعة يعني ربنا يوفقكم.